السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. النهاردة اهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة اتعلم تكنولوجيا مع احمد رفعت. طيب، جالي سؤال هنتكلم فيه الحلقة ديت. هو ازاي يا احمد انا اقدر احذف ملف من عندي؟ طيب، انا علشان اقدر احذف ملف من عندي طريقتين للحذف. اول طريقة اني اقف على الملف اللي انا عايزه، وليكن مثلا انا همسح الملفين دول، فهحدد الملفين دول، وعندي زرار في الكيبورد مكتوب عليه كلمة delete، DELETE. بدوس عليه delete، وليكن مثلا ناخد الملف ده كده وندوس عليه delete، فانا كده حذفت او مسحت الملف ده من عندي. او ان انا اقف على الملف نفسه او الملفات اللي انا حددتها ودوست على كليك يمين، وبعدين ننزل كده للاخر خالص بنلاقي delete. تمام، انا كده حذفت الملفات من عندي. طب هل انا حذفتها خالص؟ لا، الملفات دي انا ما حذفتهاش خالص. طب لو انا عايز احذف، بعد ما احذفها بقى بتروح فين؟ بتروح في حاجة اسمها ريسايكل بن، اللي هي سلة المهملات. طيب لو جينا فتحنا سلة المهملات هلاقي عندي ملفات محذوفة. طيب انا لسه الملفات موجودة على الجهاز ما اتمسحتش، فاقوم دايس على امبيتي ريسايكل بين، هيقول لي ان انت عايز تمسحها نهائي من الجهاز، فبتدوس على يس، فبيمسح كل الملفات نهائي من على الجهاز، وكده انت مسحتها نهائي. يبقى انت عندك اول طريقة ان انت تعمل لها ديليت، ودي بتروح لسلة المهملات بحيث ان هي تبقى موجودة عندك في سلة المهملات. طيب لو سلة المهملات دي فتحناها بنلاقي الفايلات، ندوس على امبيتي ريسايكل بين، يعني تفريغ سلة المهملات. تمام، وبتتمسح كل الفايلات نهائيا. طيب لو انا عايز امسح بقى الفايل ده، مثلا عايز امسحه نهائي من عندي، طيب امسحه نهائي من عندي ازاي؟ اول حاجة بقف على الفايل، وفي زرار اسمه شيفت بدوس عليه، وزرار ديليت بدوس على الاتنين مع بعض، بيظهر لي بيقول لي ان انت عايز تمسح الفايل ده نهائي من على الكمبيوتر. بقول له يس، الفايل بيتمسح. طيب هو احنا بس عشان دوسنا على شيفت ديليت 3 مرات ورا بعض فظهر لنا 3 مرات، فهو كده الفايل اتمسح معايا نهائي. دوس على ريسايكل بين، مش هنلاقي الفايل لان اصلا انا عملت الخطوة دي مرة واحدة. فانا بحدد الفايل بتاعي وبدوس على شيفت ديليت. طيب نجرب تاني، نحدد الثلاث صور دول وندوس على شيفت ديليت، بيقول لي ان انت عايز تمسح الثلاثة ايتمز دول، بدوس على يس او نعم، بيتمسحوا نهائي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة، تسيب لنا الكومنت الجميل وتعمل لنا لايك. شكرا ليك.